بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في طبق الكشري الجميل ده التحفة، ولا التقلية، ولا العيش المحمص، ولا شطة الزيت والدقة؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال والحلويات في طبق الكشري الجميل ده؟ يلا بينا هنخش على مطبخ عبير على الفيس ونشوف احلى كشري عملناه ازاي. يلا بينا ونشوف الجمال والحلاوة دي عملناها ازاي. يبقى هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس مع احلى طبق كشري واجمل طبق كشري. يلا بينا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وهنا وسعاده، وتكونوا يا رب في احسن حال كده دايما يا رب. النهارده بنعمل كشري، بصوا سهل وبسيط والطريقه سهله جدا. انا هنا بسلق مكرونه مقصوصه صغيره على مكرونه اسباجيتي، وهنا العدس نقيته وغسلته وايه وبيتسلق اهو، ويعني خدت نص سوا كده وقفلت عليه. هنا الزيت علشان خاطر سامحوني بقى، الموبايل بيهنك مني بطريقه بشعه قوي. والله مش عارفه ليه في كده. هنا اهو زي ما انتم شفتوا التومه احمرت ورحت حاطه على طول شويه الخل. احنا كده مع بعض. انا هنا مقطعه بصلايه ادي، هنحط عليها شويه شعريه كده، مش هنكتر ان هو ايه ربع كيلو عدس على نص كيلو رز اهو مع بعض بقى كده. تحمر كده مع بعضيها، وادي المكرونه بتتسلق، وهحط هنا دي الطماطم اللي احنا مسبكينها مع بعض. الطماطم غاليه دلوقتي، قلت احنا ما بنشتريش طماطم طول ما الطماطم غاليه اهي. والله مش عارفه اقول ايه غير ان انا اسفه، الفيديو عمال يفصل ويعمل، الموبايل يفصل ويعمل. اللي يفهم في الموبايلات حد يقول لي الاعلانات شغاله على الفاضي وعلى المليان، حتى لو مقفوله الاقيه بيعمل اعلانات كده. مش عارفه والله اعمل ايه في الموبايل، بس شكله بيهني كده، ربنا يستر يعني عليه في الوقت اللي احنا فيه ده اهو. بصوا الكشري بتاعنا ما بياخدش دقايق معانا، ما بياخدش ثواني يعني، على طول. البصله صغيره حطيتها في الحله هنا دي ماشي، احمرت مش احمرت قوي، دبلت، رحت حاطه عليها الشعريه هتخلص. هعمل فيها ايه؟ هنحط العدس والرز كده، خلاص الكشري خلص ماشي. وادي ايه شويه بصل اهو. قعدوا يقولوا لي يا عبير انت بتعملي بصل كتير بصل كتير، لحد ما البصل غلي قوي اهو، ما بقاش الا ده. قطعته وغسلته، حطيت شويه دقيق صغيره، وحطيت شويه ملح عليه وشويه سكر صغيره، عشان لو في اي مراره اي حاجه في البصل على طول بتروح. بصوا اهي بالمنظر ده كده. مع بعد بقى كده المكرونه تستوي على الصفه. والمكرونه في الصيف ده يا جماعه او في اي وقت المكرونه ما تشتتفش. المكرونه بنحط عليها شويه زيت عشان بتفضل اطول وقت معاكي، انما لو انت عملتيها وشطفتيها صدقوني بتحمض بتبوظ بسرعه لو ما كنتوش كلتوها، فاهميني؟ بس يعني انا عايزه المصلحه ليكم اهو، زي ما انتم شايفين كده. البصله اهي الشعريه قربت تحمر، والبصل اهو زي ما انتم شايفين. ادعوا لي ان الموبايل بس يكمل بقيه الفيديو ده، مش عارفه اعمل حاجه الصراحه. اهي الشعريه بس زي ما قلت لكم تكمل بقيه يعني تحمر بقى كويس جدا. وهحط العدس والرز ماشي اهو. حبايبي انا اسفه جدا جدا ان الموبايل عمال بيهنج بطريقه بشعه، عمال يقطع. انا هنا اهو زي ما قلت لكم حطيت الرز، ورحت حاطه الشعريه احمرت مع البصله زي ما انتم شفتوا. استغفر الله العظيم يا رب، معلش يا جماعه حقكم عليا وانا اسفه على الفيديو ده اهو. مع بعضه بقى كده يتشرب، واروح ايه اوطي عليه. وهنا المكرونه اهي زي ما انتم شايفين، بصوا مفلفله ازاي وجميله بنقطه زيت صغيره خلاص. وهناك كده الصلصه زي ما انتم شايفين، هنا نقلتها لحله كبيره وايه تتسبك مع بعض. وهنا هحمر العيش، والعين التانية هعمل عليها الشطه الزيت. خليكم معايا. بصوا يا قلبي ده لون الكشري، بصوا الكشري وحلاوته، بصوا جماله. ده اللون، ده الرز بالشعريه بالعدس، ده الكشري يستحق زي ما انتم شايفين كده. بصوا يتشرب بقى، هوطي عليه اهو، هيتشرب وهوطي عليه على طول ماشي. بصوا يا قلبي انا بحمر العيش كده اهو زي ما انتم شايفينه. بصوا طعمه حلو قوي
انا محمره كده دلوقتي، وبعد ما احمره هرش عليه شويه الكمون وشويه البهارات وشويه ملح بسيط. بصوا يا قلبي بقى شطه زيت، حته تومه صغيره اهي، نحط الشطه اهي. هيقولوا لي الزيت كتير، لا بيتهيأ لكم ان الزيت كتير، الزيت مش كتير، هو بس ما اسمها شطه زيت ليه؟ دي بتاعت نص كوبايه زيت اهي، تتحمر قوي كده. يلا هو الموبايل كده كده بيفصل، يعني هو دي يعني ثانيه ويفصل، ثانيه ويفصل كده. الحمد لله ربنا كرم ما فصلش. بصوا اسيبها تحمر لحد ما ريحه الشطه تطلع كده. طلعت كده ريحه الشطه طلعت. نيجي هنا قرنين فلفل على قطعتين ونحطهم معانا بالمنظر ده، عشان انا قلت لكم ثانيه وبيفصل اهو. ونحط شويه خل كده اهو عليها بس، تتسبك بقى مع بعضها قوي الطماطم وكله. اروح احط ايه، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا على النبي والنبي يا جماعه، وادعوا لي ان الموبايل يسترها ربنا عليه اهو. كمل معايا يا رب ماشي. كده بصوا بقى هنا كده اهي، احنا قلنا المكرونه خلاص، وهنا ادي العيش وادي التقليه الاثنين اهم جنب بعض، والصلصه اهي مع بعض، وادي الكشري بصوا اهو قفلت عليه. بصوا بصوا مفلفل وحلو ازاي، شايفينه؟ وطعمه بقى حلو جدا، طعمه حلو قوي قوي قوي. بصوا يا قلبي كده يعتبر خلصت الاكل بتاعي كله عشان الموبايل واللي عمله فيا. ادي الشطه الزيت اهي هتتسبك قوي قوي قوي، واحط لها كبشتين صلصه خلاص. اغرف الاكل بقى واوريه لكم، وحقكم عليا وانا اسفه جدا جدا على الفيديو النهارده اللي عمال يقطع. يا رب يكونوا استفدتوا مني واستفدتوا بحاجه، وشفتوا الكشري سريع ازاي وما خدش مننا وقت. يعني كل عين عليها حاجه، كل حاجه بتخلص على طول بس. وحقكم عليا انا اسفه جدا جدا على الموبايل واللي عمله. هخلص الفيديو واقفل الموبايل اليوم كامل، او هشوف هعمل ايه بقى، هو انزله للراجل بس ما يجي حسن. بصوا نقطه الزيت، بصوا بخلي المكرونه ازاي. اغرف بقى وهوريكم كل حاجه حلوه ماشي، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، بصوا طبق الكشري الجميل، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. ايه رايكم؟ ايه رايكم في طبق الكشري؟ وادي طبق التقليه، وادي العيش، وادي الشطه بالزيت، وادي الدقه. بصوا الشطه بالزيت، بصوا بصوا الجمال بتاعها. ايه رايكم؟ ولا بصوا البطرمان، بصوا البطرمان عامل ازاي. ايه رايكم؟ ولا الدقه شايفين، ولا التقليه؟ ايه رايكم في طبق الكشري النهارده؟ يا رب يا رب يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط، وسامحوني عشان الموبايل واللي عمله كل شويه بيفصل وبيخلينيش ان انا كلمتين على بعض ويفصل. ان شاء الله الحمد لله، ولسه بقول لكم عمال يفصل. ان شاء الله كده يا رب اشوفكم في كل جديد، واشوفكم في الخير، واشوفكم في الهنا، واشوفكم في كل حاجه حلوه ماشي. يلا مطبخ خبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ خبير على الفيس، وما تنسوناش بالتعليقات وكلامكم الجميل وبكل حاجه حلوه ماشي. قبل ما الموبايل يفصل اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.